يا محلى النقل وكان يبقى صباحكم برباحكم غالياتي، راكم منورين لي القناة، ربي ينور ايامكم. اليوم حبيباتي راح نشارك معكم واحد الوصفة تاع البيتزا تجي خفيفة خفيفة خلاص احسن من تاع المحلات. تبعوا الفيديو للاخير فقط والله ما تندموا. شوفوا هنا كيفاه جاتني العجينه، شوفوا كيفاه جات خفيفه خلاص، شوفوا كيفاه خفيفه ياسر 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 ياسر. تبعوا معايا المقادير. هنا حبيباتي حطيت 2 كيسان تاع حليب، واللي ما عندهاش تعوض بالماء نورمال ما كاش مشكل، لانه دركا نورمالمون حليب شكاير ولا متوفر مش كيما بكري ولله الحمد. كما قلت لكم 2 كيسان حليب، 2 مغارف سكر، مغرفه خميره الخبز، زائد بيضه، ملعقه خل، ونص كاس نتاع الزيت. وما تنساوش الملح حبيباتي، وخلطي مليح وبتدريج تحصلي على عجينه طريه تتلاصق في اليد كيما راكم تشوفوا. وهنا طبيعه الحال راح نفوتوا لاصوص طوماط. انا لاصوص طوماط تاعي كانت واجده عندي، كانت في المجمد. اللي تحب الوصفه نتاع هذه لاصوص طوماط كنخلي لها رابط في صندوق الوصف. وصفة معتمدة عندي ورائعة بزاف بزاف، راح تستفادي بها. هنا اليوم حبيت نهضر معكم على واحد الموضوع حبيباتي، اللي هو اخطاء رانا نديروهم بزاف بزاف في ديارنا. بورطون يعني ما نديروهمش بالعاني حبيباتي يعني. شوفوا هنا برك حبيت نوري لكم هاد لاصيص. شفتوا هذيك لاصيص طوماط، راني هنايا راح نضيف شويه في الاخر في الروبوت تاعي في لاشوار. جبت شويه نتاع الدبشه وجبت حبه طماطم، ضفت لهذيك القرن فلفل حار، خلطتها مع هذه لاصوص طوماط باش تولي عاقده حبيباتي. كي شغل كي تحطي لاصوص طوماط من فوق تجيك عاقده عاقده وتبان، خاطر بنت البيتزا في هذيك لاصوص طوماط كي تكون عاقده من الفوق، ماشي كي غير شغل دهنيها هكا برك عطيتي لها دهنه وصاي، فهمتيني. هنا ثاني حابه نوري لكم هذا الطون حبيباتي. هذا العلبه نتاع الطون فيها 800 غرام. هذا لا مارك حبيباتي، حبيت نقول لكم باللي روعه ورخيص حبيباتي، راهو رخيص في الثمن تاعو، يدير 82,000. بري تاعو راهو هايل وما يموتش. هاو كيما راني نوري لكم حتى 2028. شوفوا هنا كيف تحت البواطه كيفاه راهو معمر، شتو خياتي معمر معمر خلاص خلاص صافي. اذا لقيتوه جيبوه واستعملوه والله ما راح تندموا. خلاص 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 خياتي. نكمل معاكم الموضوع تاعنا، اللي هو انه حنا حبيباتي نحبوا نديروا نخدموا الشغل تاعنا كل يوم. حنا كل يوم نخدموا الشغل تاعنا، بصح ساعات تلقاي انه الشغل تاعك ما يبانش. خلاص تخدمي الليل مع النهار بصح يبان كلي ما درتي والو، دارك تبان مقلوبه، الحوايج يبانوا مش في بلايصهم. المهم تخدمي مام التنظيف هذاك تاعك يبانوا الحوايج هكا كي شغل موسخين. هذا حبيباتي انه حنايا نخليو التنظيف تاعنا ما نديروهش حتى يلحق التنظيف العميق هذاك، ونبداو كساعه نزربو ونقتلوا روحنا بهذاك التنظيف العميق. صافي كيما الاخر كيما الخدامات حبيباتي. كاين خدامات راهم ما يخليو الاخر الخدمه تاعهم حتى الويكاند سمانه كامله هي تخلي هذا على هذا هذا على هذا، القش ما يتغسلش، الزربيه ما تتكنسش ما تتهزش ما تتسيقش هذيك الدار. ومن بعد نهار الويكاند تحب تغسل القش في الضربه، تهز الطابي هذاك ما تلقاش كيفاه تنفضه ولا تمسحه ولا تسيق الدار، وهكا راهي تولي على صحتها وتتعب بزاف بزاف. وسيرتو كي تزيد تروح تشوف مواقع التواصل الاجتماعي كيما هاد اليوتيوبرزات اللي رانا نتفرجوا فيهم، وتبدا دير في مقارنات بينها وبينهم، وتبدا تقول كيفاش انا داري مش منظمه، كيفاش انا نظل ننظف وما يبانش باللي نظيف، نرتب وما يبانش باللي يرتب، نمسح وما يبانش باللي يلمع. فهمتوني؟ هذا هو الموضوع اللي حابه نهضر عليه معاكم. فهمتوني؟
المهم حبيباتي، وكاين حتى اللي يدخلوا في اكتئاب، والله كاين حتى اللي يبقاو يتفرجوا 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 ويشوفوا الحالات تاعهم كي من هكاك، وحتى انت تولي تدخل في حالة اكتئاب. والاكتئاب راهو مرض خياتي، ربي يسترنا ويعافينا والله حبيبات قلبي. فمن هذا المنبر حبيباتي حابة نقولكم بلي التنظيف العميق ماش خطأ، ومن بكري خلاص وحنا نديروه واجدادنا يديروه. يا اخي تعرفوا يجبدوا الزرابه ويجبدوا نهار كي يلحق الصيف ويجبدوا الفراش تاعهم كامل ويغسلوه بالصح وما لا. جدودنا كانوا نظاف، كانوا يفوتوا على الاخر الكوزينات تاعهم هذيك يفوتوا عليها كل حاجه، لي بواطي يمسحوهم في الفريجيدير كل يوم، يمسحوا حوايجهم ما يخليوش حتى التنظيف العميق. هذاك التنظيف العميق كشغل يجي يزيدوه زياده، كشغل يديروه على نظافه، فهمتوني؟ هذه هي اللي حابه نوصلها لكم خياتي. ما من هنا حابه كاش وحده راهي تسمع فيا وراهي ترتكب في هذا الخطا، وكامل رانا ساعه ونتهاونوا ونديروه. نقول لك حبيبتي ما كان له تهلكي روحك بهذا الطريقه، لانك راح تولي على صحتك وتعبي روحك بزاف بزاف بهذا التنظيف العميق اذا ما كنتيش درتي التنظيف البسيط نتاع كل يوم. على بالي راح تقولي لي كيفاه، ظهر نفهمك حبيبتي. كيما كاين اللي يخليو الاوساخ حاشاكم تتراكم في هذوك الفورنو هذاك اللي يطيبوا فيه تاع الكويزينيار من الفوق، يخليوهم طيب سمانه كامله هي طيب فوقهم حتى يتراكموا هذوك الدهون. ومن بعد تلحق الويكاند ولا ما باليش وقتها تجبدهم تحب تغسلهم، يا تلقاهم رشاو يا ما يتنحاوش خلاص يوليو يبانوا مسبكين، تغسلهم ولا تخليهم ما يبانش عليهم باللي تغسلوا. كويزينيار تاعها ثاني ما تمسحهاش، ثاني الحق الويكاند حتى تولي لها طول، يعني صعيب هذاك التنظيف نتاعها. مهما تقولوا لي كاين لي برودوي وكل شيء بصح فرق بين تاع وحده كل يوم تنظف وحده تخلي الحاله تتراكم، فهمتوني؟ وكيما الاخر حبيبتي فريجيدار ثاني تاعك تخليه ديما من برا، منين نمسحو نحكمو هكا يتراكموا الاوساخ تاني صفار. لا كل يوم فوتي عليه مسحه هكا بشيفونه فيها شويه الجافيل ولا الخل، من الاحسن الخل حبيباتي. كان الخل ذاك الخل تاع التنظيف راه متوفر، كيما رانا دركا كاين بزاف وسائل التنظيف راهي متوفره نقدروا نستعملوها. واش نقول لكم ثاني؟ صافي هكا الحوايج تاع كامل تفوتي عليهم مسحه حبيباتي، ما تخليش حتى الويكاند وترهقي روحك وتولي تتعبي بزاف. كيما ثاني الملابس كاين اللي راهي ارمي وترك برك حتى تلمهم بالويكاند ولا في الغساله، وهكا تولي الغساله نتاعها مسكينه تفسد لها من الثقل، من القش بزاف. صافي تخلي فرد نهار تلمهم وتلوحهم كامل. لا حبيبتي الغساله تاعك كل يومين ولا كل ما لميتي شويه قشوشات هكا حطيهم في الماشينه، ديري لهم دوره ولا زوج وغسليهم ونشريهم وانتي تهنيتي. ثاني كالزربيه حبيباتي، كاينه لي زربيه سمانه كامله هي مفرشتها ما تفوت عليها ني بالي ني اسبيراتور ني مسحه بتشليقه ني والو. لا هذا ثاني راهو خاطئ حبيبتي، ومن بعد تتمسخ لك تتوسخ هكا وتولي تبان قديمه يا لو كان شريتيها عندها شهر فقط. هذا خطأ فادح. ثاني حبيباتي الزربيه تاعك ساهت عليها حاجه امسحيها بالخف ثم فوتي عليها بالي، ماشي لازم اسبيراتور غير بالي برك وانتي كنستيها ونظفتيها، وما تخليش الشغل تاعك يتراكم حبيبتي باش ما تجيبيهاش في صحتك.